راح تسمعون اول صدمه. بس خلي شويه الفيسبوك ينفتح. فتحتوه؟ اوكي. انتم اللي يعلق بسوء ادخلوا له. هسه الفيديوهات يشوفكم هذا الصفحات راح انشرهن. طبوا عليهن، سووا بلاغات. هذول مجرمين. هذول مجرمين. الرحمن الرحيم. والله جريمة بالقرآن، جريمة جريمة هاي الأعداد وهاي الناس ويبلغون على صفحاتنا، والله جريمة. والله لو تسمعون اليوم ايش راح احكي، والله هذا بالألماني ومترجمة ومطيه طبعا مسلمة لكل المنظمات الدولية. أنا ما أنطي من جيبي، بس راح تسمعون شنو صار بالعراق بسبب هذه الشلة التعبانة. شاركونا المنشور. فتحوا شغله. اخوان من يتاخر منظمات قاعد تتابعنا، اريد تدخل منظمات الدوليه، ترى من اتكلم قاعد يسجلون كل كلام اتكلمه تحاسب عليه. اني خاف عبالكم مو هينه. هذا الكلام راح اتكلمه باكر راح تشوفونه بالتواصل الاجتماعي كلها تتكلم به. ناس تتاجر بناس، ناس ما عندها لا ذمه ولا ضمير. اللي دمرنا هم ذول الولائيين اللي دعموهم اليوم 80 واحد برواتب مغريه لتسقيط صباح العراقي. شاركونا اخوان، شاركونا الفيسبوك. اوكي نبلش. اخوان اللي تهكروا صفحتي هذا مو ذنبي. انا حذرتكم لا تحطون اسمي ولا تحطون الاسم الكامل ولا تحطون اسم المنظمه. ما مسموح لكم. مش على اي اساس؟ مشكلتكم هاي اللي عندك حساب قوي حطيت اسمي. هسه فيديوهات سمحنا لك تاخذون وتنشرهن. اخوان هذا الكتاب حكيت به قبل 5 سنوات وتعرضت الى ابشع التهديدات وانسدت كل الصفحات، ولكن كل العالم يريد اليوم يسمع هذا الكتاب اللي دمر العراق بطائفيه بحته من ايران وذيولها. نعم هذا الكتاب خطر جدا، راح اتكلم به وراح تسمعون شنو بالكتاب. وانا مترجمه الماني ومحلف من قبل مترجم محلف، لان ما حد يستلمه اي دائره دوله مختصه بالجرائم والفساد في الامم المتحده ما يستقبلونه اذا مو يكون محلف مترجم محلف. هنا نبدأ بالكلام. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب على مود من نقرأه. جمهورية إيران الإسلامية، وزارة الداخلية، الحرس الثوري الإقليمي، وزارات اطلاعات. راح احكي لكم كل شيء بيحكي. تاريخ 4 رجب 1435
رقم الكتاب 4/1/13475. إلى السيد نور كامل جواد المالكي زعيم دولة القانون في العراق. بعد التحية من مراجعنا الكرام، هذه توصية يجب الأخذ بها وفقكم الله. فبعد، إن ارتفعت راية ثورتنا في جميع المحافظات الجنوبية، وقد تم ضمان ولايتها وولائهم إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن الحرب على دولة بني أمية في العراق والشام لم تنتهي إلا بالسيطرة الكاملة على كل من ديالى والأنبار وصلاح الدين وسامراء والموصل، وقتل وتهجير أكبر عدد من سكانها من النواصب السندة التكفيريين ومنتسبين وضباط الجيش العراقي السابق وحزب البعث الكافر لنظام المقبور صدام حسين لعنه الله. ولكي يتسنى نفوذنا الوصول إلى الحدود الأردن، وبعدها سنفتح باب الفتنة في أطراف الأردن وتحديد المناطق الغربية المحاذية لها والتي يقتضنها النواصب السنة التكفيريين. وحسب أوامر مراجعنا الكرام، عليكم الحفاظ على الفوضى في الموصل وتنفيذ أوامر عمليات القتل والتهجير الممنهج ليتسنى لنا السيطرة الكاملة عليها، ولأنها أكبر محافظة عراقية بالنسبة للسكان من النواصب السنة التكفيريين ومنتسبين وضباط الجيش العراقي السابق وحزب البعث الكافر لنظام صدام حسين المقبور. نرفق طيا الوثائق والخطط الجديدة والعمل على تنفيذها وإنجاحها من قبلكم، والله الموفق. قاسم سليمان، راعي تصدير الثورة كافة الشرق الأوسط، المرعي المرجع الكبير آية الله العظمى علي خامنائي أدام الله ظله. يعني خططوا قبل دخول داعش لتدمير المناطق الغربية وتهجير واستيلاء على أراضي العراق من قبل ذيول إيران ومرتزقة إيران. هذا أخطر كتاب، هذا وصلني وحكيت فيه قبل 4 سنوات ومنعوني، قالوا خطر عليك. بس اليوم أشكر جزيل الشكر لمستشار ترامب اللي منحني الهوية للشرطة الدولية، شكرا له وموجودة، بس خليه حصر بقلوبكم. وإثارة الفوضى والفتنة وقتل على الهوية، نعم حكيت بيها. وأكبر مؤتمر في برلين تكلمت بيه، قالوا راح تنقتل، قلت لهم هلا بالموت. تطلعوا لي اليوم يا نور المالكي راح أسمعكم بعد واحد تلطمون على رؤوسكم اللي تشاهدوني. نعم هذا واحد، انه واي بس ما يخلصن 6 اشهر ما يخلصن، ملف كامل، ملف كامل. تجند لك 80 ساقطة مثلك تتكلم على صباح وما يعرفون صباح شنو. واحد يقول مفوض، واحد يقول مغتصب وحده وشارد، واحد والله لن على ابوكم لا حتى ايران يحسبوها علي بعد شهرين، اقل الشهرين راح تشوفون سحقهم بالقنادر، راح يصير بالقنادر حتى ايران، واحكيها بكل علو صوتي. لا اخاف، اني شريف، وقفت بوجوههم من كانوا يخوفون، مكاتبهم عزلتها، اهل بابل يشهدون، مو اهل بابل يشهدون لي.
جايتني انت بايعه روحك شلنفص، تريد تسقطين صباح حطت لك بس العتب على الموجودين من انصار العراق، مو انصار صباح. من انصار العراق ما يطبوا لها ويطيحون حظها، بس وحده اعلاميه اليوم مزقتها صعدت وياها وسدت اللايف، طبوا عليها بلغوا، سدوا صفحاتهم، كل واحد ينتقد، لان هذا حقكم، وشوفوا فلوسكم وين رايحه. نور المالكي والله لغسله غسل، والله نور المالكي اذا ما شحطوك بالشارع ودق بالقنادر على راسك انا بعد ما اطلع بلايف واحكي. وهذا الثاني يا نور المالكي، اسمعوا ايش قد المبلغ. شوفوا راح يسد اللايف 5 دقائق. اخوان يعني معقوله لو هسه دقوا رقص ما موصلينه لكل يعني معقوله انتم ايش بيكم؟ بابا ساندوا القضيه العراقيه مو قضيه صباح. اموالكم تنهب، ابنائكم تقتل، نساءكم تغتصب، شو تريدون بعد؟ جمهورية العراق، مكتب النائب رئيس الجمهورية نور كامل المالكي، عود على اساس سري وشخصي، العدد 3 دال 1989، تاريخ 27 12 2014 إلى رئيس الجمهورية. ميم تحويل جزء للجمهورية الإسلامية الإيرانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيط علما بأننا قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل سري وشخصي وعلى الفور بتحويل، بس اسمعوا هاي الفقرة، بتحويل جزء من المبلغ الإجمالي، جزء من المبلغ الإجمالي 116 مليار دولار أمريكي، 116 مليار دولار أمريكي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحصار الأمريكي الغاشم عليها لرفد السوق الإيراني بالعملة الصعبة. ليش والعراق هذا كانت للجوع ابن الزنا. نكمل. وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتغطية على المبلغ الإجمالي بطريقة قانونية للتغطية على جزء المتوقع في الاحتياط المركزي العام، ونهيب بمراجعنا الكرام التغطية على الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتغطية على جزء في الاحتياط المركزي العام والحفاظ على المنجزات الشيعية التي قمنا بها إلى اليوم، وبفضل وإسناد شامل من الجمهورية الإيرانية الإسلامية. هذا ويسلم كتابنا باليد خارج الإطار البروتوكولية والقانونية لأصحاب العلاقة بالموضوع وعدم لفت النظر إليهم، ونحن بدورنا سنقوم بعمليات التحويل للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق شركائنا في البنوك والمصارف في البصرة، وسنزودكم بالتعليمات بشكل سري وعلى الفور لإظهار الموضوع وفق القوانين العراقية المعمول بها حاليا. مع التقدير، نوري كامل المالكي. نسوي له هيك على مود ما حد يصوره ويخطب راسه بعدين. يا عراقيين 116 مليار كجزء مربوق بتبربوق وساقطين
حاطت لي هذا، حاطه الصوره مالتي على ما ادري صعد حسابه وتخطب شلنفص يبا اروح. صباح العراقي عنده ادله وعنده فيديوهات اباحيه للمسؤولين، بس ما نقدر نطلعها، طلعتها جزئيه على الفيسبوك بالبث المباشر. من جاي اقول لكم اباحيه من راس الهرم حتى مستشار خامنائي اللي طلعته ذاك اليوم على الفيسبوك. هذا صباح العراقي. اي واحد يتكلم ويقول اني ناشط قلوا له طلع لنا كتب وقرانا. صباح العراقي هاي الدول مو غشمه تمنحها شهادات تقديريه، هاي الدول مو غشمه تنطيه شهادات وتنطيه هويات مال الشرطه الفدراليه مال الشرطه الدوليه. مو هاي الدول مو غشمه للحمايه لصباح العراقي. انطيني ناشط، خلنا نشوفه هيك على سريع، انطيني ناشط استخدم وانطوه هذه الهويات والشهادات. انا سويت سوايا المعارضين كانوا يلبقون مثل المالكي وربع المالكي ما سووها. انا سويت انجاز وافتخر به، نعم. افتخر به نعم. اما جاي قبر لفك المالكي اذا مجند لك ساقطات تريد تسقطني. صار لي 11 سنه و3 اشهر